حضرتك تعالوا نشوف اعتداءات جماعة الإخوان على أصحاب المحلات في بولاق، لأنهم يرفعون لافتات الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وإحنا بنتكلم كمان في اعتداءات على بعض المحلات في كفر الدوار، وأيضا في اشتباكات في المنصورة. هتبقى في محاولات من هذا النوع، في محاولة لإظهار أن الإخوان ما زالوا موجودين بعد أن دق الدستور وولادة الدستور المسمار الأخير في نعشهم. تعالوا نشوف الاعتداءات على أصحاب المحلات في بولاق لأنهم يرفعون صور الفريق أول عبد الفتاح السيسي. بنعلق الصور، احنا ما بيهمناش ولا ارهابيين، وبعدين ما بنقولش عليهم اخوان. اخوان ايه؟ اخوان دول خلاص انتهوا. ربنا يهدي الشباب اللي هم بيدوهم فلوس ويضربوا الناس. ربنا يهديكم يا شباب، احنا ما بيهمناش. ولو جم قطعوا برضو الصور هنعلق الصور تاني وما بيهمناش، ومش هيقدروا يجوا بولاق كلها هتيجي تضربهم وهتمشيهم، لان كده هم بيخافوا من بولاق، ونازلين يوم 25 بالعند فيهم، وهم مش هيقدروا يعملوا حاجه لان هم انتهوا من مصر خالص وانتهوا من كل الدول، لان دول ارهابيين. كذا مره على هذا الحوار نعلق يفط، يجوا يروحوا مدغدغين اليفط وسارقينها بالليل وياخدوها ويجروا بالمكن ويحدفوا ازاز على المحل. بيبقوا 2 راكبين مكن وبدون. نزلوا بالليل حوالي الفجريه الساعه 3 4 على المحلات، كسروا قطعوا اليفط في ثواني واخدوا بعضهم وجريوا. واخويا كان موجود بره علاء بكري، ف احدى الناس اللي موجوده عنده راح عملوا محاضر في اسمه بولاق ابو العلا. سياده الفريق انقذنا وانقذ مصر من الدمار اللي كان ممكن يحصل، فالحمد لله ربنا اكرمنا، والحمد لله ان احنا عندنا حد زي سياده الفريق. انا معلقها هنا ومعلقها في البيت ومعلقها في الصين وفي كل حته. اللي بيحصل ان احنا عند علاء بنحط الصور وحطينا وبينزلوا ان هم يقطعوها، واحنا حبنا لمصر وحبنا للسيسي والقوات المسلحه ان دي حبيبتنا وادونا الامان وكل حاجه كويسه. ما نخافش الا من ربنا. اخوان دول منهم لله، دول مش كويسين.